صلوات الله عليه كان في سجن هارون، السجن الذي تعلمون. ينقل أنه في اللحظات الأخيرة من حياته صلوات الله عليه طلب من السندي بن شاهك الذي كان الإمام في معتقله بأمر هارون، طلب منه أن يطلب غلامه، الغلام ماله. فقال له السندي بن شاهك: شنو عندك شغل بهذا الغلام؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: حتى أوصي له بما يفعله بعد موتي. فقال السندي بن شاهك: أنا أتكفل هذه الأمور، وأنا أعطيك كفن من مالي، من ماله، أنا أعطيك الكفن، أنا أتكفل شؤونك. فقال الإمام الكاظم صلوات الله عليه: إنا قوم مهور نسائنا وحج صرورتنا وثمن أكفاننا من طاهر أموالنا. إذا مهر المرأة لا يكون طاهرا، كيف يكون الحال؟ إذا الحج بالذات حج الصرورة، يعني من يذهب أول مرة الحج الواجب، إذا هذا ما يكون مطهر كيف يكون هذا الحج؟ وإذا ثمن الكفن لا يكون مطهر كيف يكون هذا الكفن؟ إنا قوم مهور نسائنا وحج صرورتنا وكفننا من طاهر أموالنا. لا حاجة لي في كفنك، ما أريد كفنك.